راح اتحدث بيه وبعدين انشره اللي يريد يسمع يعرف يسمع. ما المقصود بالصلاة الميت على الشعب العراقي الذي مات سلبيا؟ للأسف نحن نتجه إلى حذف مصطلح المواطن العراقي في الحياة. الوكالات المحلية تستخدم مبدأ في أي فاجعة تحدث أو في أي حدث، تقول كأمثلة حية، تقول قتلى أو جرحى أو انفجار أو في كذا منطقة التي يسكنها الأغلبية الشيعية أو الأغلبية السنية أو أغلبية اليزيدية أو الأغلبية التركمانية أو الكردية. انحذف مصطلح العراق أو الشعب العراقي. حتى في بعض اللقاءات، طبعا أنا بالمناسبة الموضوع ما له علاقة بالسياسة ولا التهجم على الحكومة نهائيا، نهائيا ما له علاقة بالحكومة. أنا دا أخاطب بهذه الفكرة الشعب العراقي إن كان موجود هذا الشعب. المصطلحات اللي يستخدموها البرلمانيين والذي يصفق عليها المكونات التي يتبعها، تلقي تهجم ما بين هذا المكون على هذا المكون، وكأننا نعيش في بقعة أرض تعددت القوميات وتم حذف مبدأ المواطن العراقي. لذلك راجع جميع اللقاءات السياسية، راح تلقي تهجم على القومية أو على المذهب، واللسان يتحدث بأن هذا الشخص هو مو عراقي، وإنما هذا الشخص ينتمي لهذه الفئة أو لتلك الفئة. طيب إحنا كشعب العراقي وين؟ إحنا لو موجودين الشعب العراقي لكان حركنا الحكومة وجعلها تتحدث بلسان الشعب العراقي. من يجي بابا، من يجي مقاول، نعم بابا، اي بابا، من يجي مقاول ينشئ شارع او رصيف، وكثير من النواب اعلنوا تصويرهم، يجب ان يبدا مراحل حتى اذا كان مدة انبوب هناك حصو او رمل او سبيس، راح يجي طين ويتم تعديله من ثم اسكاء الشارع. هذا لو اكو شعب عراقي يقف امام الاليات لاجبرت مجلس المحافظه او المحافظه بالتحرك على هذا الفساد ومن ساهم في هذا الفساد. اولا المهندس المقيم الذي عينته الدوله ليقوم بمتابعه هذا الامر، لكن احنا شعب ميسرين. انا ايش علي؟ انا مكيف حيجيني تبليغ اساسه غلط اساسه صح، ما له علاقه. ليش؟ لانه شعب ما سريريا. صعد كيس الطحين إلى 50,000، ومن ثم أصبح رغيف 8 أرغفة 5 أرغفة 4 أرغفة. طيب مو هسه نزل السوق، هسه ليش سعر الكيس؟ هل قام الشعب العراقي بالوقوف أمام المخابز أو الأفران وقفة صمت حتى تتحرك الدولة، حتى تجبر أصحاب الأفران بتخفيض السعر أو زيادة كمية عدد الأرغفة أو الصمود؟ لا. ليش؟ لأن الشعب ما سريرين، ما يهمه، لكنه دفع من كان كيس الطحين 50,000 وما زال إلى الآن يشتري، من كان سعر الدولار ب150,000 أو 140 أو 100 قد ما كان سعره. هو يصعد السوق يصعد الورق. البضائع الأخرى لو كان هناك شعب عراقي حي لكان أجبر الحكومة بتخفيض جميع السلع الغذائية، ما يراد لها روح القاضي، مجرد الوقوف الاجتماع بروح العراقية أمام أي ماركت، أمام أي هابرد، أمام أي سوق، وإعلان وقفة صمت
لارتفاع الأسعار. حال الحملات اللي صارت، الحكومة اللي أجبرت بأن تخفض كثير من الأسعار. احنا شعب مات سريريا، ما قمنا نتحدث بلسان العراق او الشعب العراقي، احنا قمنا نتحدث بالطائفة، بالقومية. طيب وين الشعب العراقي؟ احنا سبب بلاء كل اللي دا يحدث الآن وأمس وغدا. ليش؟ لأن ما بينا روح الوطنية، ما بينا روح العراق الذي انتهى. وحاليا دا نتحدث عن الشعب الذي مات سريريا. شنو اللي صار؟ ارتفع أسعار البنزين. الشعب شنو كان ردة فعله؟ سكت. ليش؟ لأنه مات سريريا. لو اتخذوا مبدأ ألمانية ببساطة، الوقوف في الشارع وأطفاء عجلاتهم والجلوس على الرصيف، لكان الأمر في هزة في المجتمع العراقي وإرجاع أسعاره حيثما كانت عليه. كل مبدأ، كل ضريبة فرضت على الشعب العراقي فرضت على الشعب العراقي، مو على طائفة معينة. وبالتالي الشعب العراقي خضع. شنو أروح أزور مريض أنطي 5000، شنو أخذ وثيقة أدفع، شنو أدفع 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 أدفع. أنت بالدستور مكتوب عندك التعليم والصحة مجانا. ليش الآن هسه بعد أيام راح تبدي مدارس، في بعض المدارس وزارة المالية تطلب دفع 200,000 دينار بمصطلح تعظيم موارد الدولة. ليش ساكتين؟ لأن الشعب ما سريرين. احنا لو كنا عايشين ما كان هذا حالنا. إن غاب القط العب يا فار. غاب الشعب العراقي، انتشر الطائفية والمكونات والقومية أصبحنا مشتتين. غاب القط، لعب الفار بينا. انطوني حاليا مادة أو سلعة في الأسواق انخفضت مع أسعار الدولار، ما راح تلقي. ليش؟ لأن الشعب مات سريريا. انطيني لقاء بين الساسة يتحدثون بلسان الشعب العراقي، ما راح تلقي. راح تلقيهم يتحدثون بلسان قومياتهم. انطيني وكالة إخبارية محلية تسمي الشعب العراقي في المناطق، إذا كانت تابعة لهذا الشخص أو لهذه المكونات أو المكونات، راح تلقيها تكتب هذه المكونات الشيعية أو السنية أو اليزيدية أو التركمانية. طيب إحنا وين الشعب العراقي؟ نسينا؟ خلاص، ما دام إحنا ما موجودين خلينا نقيم عليه الصلاة وخلينا نبدي نتحدث. أنا رجال فلاني، أنا رجال فلاني، أنا رجال تابع فلاني. نبدي نغير مناطقنا، ما نقول مناطق بغداد، انما نقول مناطق بغداد السنيه ومناطق بغداد الشيعيه، مع احتراماتي للتسميات. وبالفعل هذا موجود، بس ما يقولوا هذه مناطق بغداد العراقيه. اذا رحت للعامريه اذا انت ذاهب لمناطق السنيه، واذا رحت لمدينه الصدر انت ذاهب للمناطق الشيعيه. طيب انا ليش ما اذهب الى المدينه العراقيه المسماه العامريه، الكاظميه، الاعظميه، الزعفرانيه، الحسينيه، اليرموك، المنصور، الزيونه؟ ليش ما اطلق بهذه التسميات العراقيه؟ حتى بما انه نتحدث عن الشعب العراقي الميت سريريا، في عاشوراء يتم رفع رايه الامام سلام الله عليه. انا رجال، خل اعتبر كمثال، انا رجال سني عجبني ارفع الرايه، راح يفسر بين هذا البيت شيعي، ما راح يفسر بين انا احب الامام الحسين سلام الله عليه. طيب ليش ما يكون رمز الاعلام العراقيه فوق المنازل تعبيرا عن حزننا كشعب عراقي عن فاجعه او ذكرى استشهاد الامام الحسين؟
ليش ما يكون العلم العراقي هو رمزنا في فرحنا وفي حزننا؟ ليش لازم أنا أختار الراية السوداء حتى أكون أنا شيعي وحقي أرفعها، وهاني بنفس الوقت أحرج اللي يحبون الإمام الحسين أن لا يرفعوها على أسطح منازلهم؟ ليش ما أخلي راية العراق هي الرمز في ذكرى ولادة الإمام علي، في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، في ذكرى ولادة رسول الله، في ذكرى وفاته أو استشهاده، في أي مناسبة دينية يكون العلم العراقي هو العلم الذي يفسر حسب الأحداث التي تقع في العراق. أهل السنة يرفعون الراية الخضراء محمد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول، إخواننا يعني حتى الرايات ما قامت تكون رايات عراقية، أصبحت رايات تنتمي إلى من؟ يعني أريد شيء عراقي في العراق يدل أنه عراقي. حتى اللافتات الحزن أو الوفاة إذا كانت سوداء إذن الرجل شيعي، وإذا كانت بيضاء إذن الرجل سني. طيب ليش التفرقة صرنا؟ ليش تشتتنا احنا العراقيين واصبحنا نتبع قوميتنا ونسينا عراقيتنا؟ الا يستوجب ان نصلي على هذا الشعب الذي مات سريريا؟ ظاهريا هوياتنا تقرا عراق، لو كان الامر بيدهم لك كتب سنيين او شيوعي وحذفت الهويه العراقيه، لكن الواقع احنا مثله. هذا الموضوع هميا الان وانا دا اتحدث به اكو اشخاص ما مهتمين ولا ببالهم هذا الشيء. ليش؟ ما يهمنا، ما يهمنا. لكن اذا عاش الشعب العراقي عاشت معه جميع ما مات حاليا. نقدر نتحكم في السوق وباسعار الوقود وبالساسه وبالقرارات، نبدي احنا نتحكم بسياسه العراق في اي موضوع يمس الشعب العراقي. اذا وقف الشعب العراقي لغيه. كم قرارات صدرت ايجابيه للساسه، بالمقابل اعطوني كم قرار نفع الشعب العراقي. قانون العفو شنو يعني؟ كم فاسد سياسي طلع بيه وكم واحد من الشعب العراقي طلع بيه هو اصلا كتب له. عندك جواز دبلوماسي حتى تستغل العمر كله؟ لا، تروح حالك حال البقيه، توقف تحجز تروح كذا هواي. انت كشعب عراقي وينك؟ وينك؟ ليش الشغله؟ ليش القوانين اللي تنفع هذا المكون وتسمى هذا قانون نفع هذا المكون على حساب هذا المكون؟ طيب احنا شعب عراقي، احنا شعب عراقي يا اخي، ليش ما ينفعنا جميعا؟ ليش ما يشملنا جميعا؟ ليش ما نعيش جميعا؟ ليش هاي الفئة احسن من هاي الفئة؟ اذا وين الشعب العراقي؟ اذا مات الشعب العراقي، مات الشعب العراقي سريريا، ما بقى بوجود. ادخل في اي منطقة ما راح القي الروح العراقية موجودة، راح القي بيها تنتمي لهذا المذهب. طيب انا داخل عراقي، حتى الزواج الان اصبح على هذا الشيء. انا ما متزوج عراقيه، انا متزوج لو هذا المذهب لو هذا المذهب لو ذاك المذهب. ايام قبل ما كنا نعيش هذا الموقف، والدليل الى الان انطوني عشيره او منزل خلينا نقول نقي تابع للجهه او للمذهب، ما راح تلقي. راح تلقي ناس ماخذه من ناس. ليش؟ لان الناس تزوجت عراقيه او عراقي تزوج عراقيه، ما تزوج لك هذا المذهب ذاك المذهب. وحتى الزواج عاد هي صارت الفرحه بانه تتزوج على المذهب الحنفي او الجعفري، هذا مو عراقيه، هذا هم تقسمنا. انا قبل تزوجت والله العظيم، انا مطلق ومتزوج، ما ادري على شنو متزوج، والله العظيم ما ادري على شنو متزوج على مذهب.
انا تزوجت اخذت لي عراقيه، ما اخذت مرجع. تفاصيل حياتنا الان اصبحت مشتته، اصبحت تتبع القوميه. ليش؟ لان صدى الصوت الذي يشرعون القانون استغلوا هذه النقطه، نقطه المذهب وليس نقطه العراق او الشعب العراقي. ما عندنا احنا شيء نستند عليه بين احنا عراقيين، بس الهويه. اعمالنا ما تثبت هذا الشيء، حزننا ما تثبت هذا الشيء، فرحنا ما تثبت هذا الشيء. اذا واحد الان ينطيني مثال باننا شعب عراقي، الغي الفكره وما اقيم الصلاه على الشعب العراقي، ما راح يلقي ولا راح يلقي. ليش؟ لان طبعا ببالنا احنا مذاهب وليس احنا شعب عراقي واحد. والدليل اذا نريد نرجع للتاريخ، اذا نقول من تصدى للنظام السابق هم الشيعة، يا ليش؟ لأن كربلاء والنجف والمناطق الجنوبية، بس ما يقولون الشعب العراقي المضطهد، لا، كانت تسمى تسميات. وين احنا الشعب العراقي؟ وين؟ طوني منو دي ياخذ حاليا على 8 قرص بلح؟ اتحداكم لا تروحون اي مخبز تاخذون 8 قرص بلح. ما اعرف هسه ليش سعر الكيس الطحين ب 20 و 15، ما اعرف صراحه، بس اتذكر بنوصل ل 50. زين ليش ما نوقف احنا وقف الصمت على المخابز والافران ونجبر من اصغر واحد الى اعلى واحد يسويها 8 بلف؟ شنو الحجه اللي الان تقام عليه الحجه بتوزيع 4 أغلفة ب1000؟ سعر الطحين اصبح رخص، بس احنا شعب مات سريريا. ما عندنا وقفه تضامن نوقف كعراقيين لمواجهه هذه الاشياء. ما عندنا تضامن بان نوقف بمحطات الوقود ونطفي. شنو انت المحسن سويت عليه 850 وهو 650؟ ليش؟ شنو الان اني رزقي كسائق اجره مرتبط بتطبيق، وبكيف بده يسعر، وبكيف بده يظلمني، وكيف بده يوديني من الشعب للدوره ب 8000 دينار؟ لازم اشتغل. ليش؟ لان احنا شعب مات سريريا، اصبحت حتى لقمه العيش يتحكمون به. لان اذا ما اشتغل بالتطبيق ما راح القي الكروته اخذها. ليش؟ لان احنا ما سريريا. ما دا يفكر انا داخل لي دهن، داخل لي بنزين او غاز او طائرات او كذا او كذا. ما دا يفكر هو نفس الخبز اللي يشتريه ب1000 انا دا اشتريه ب1000. هو ما دا يفكر انا دا افتر 4 ساعات 5 ساعات على مود اقدر اجيب العلاج من البيت. بس يعرف الشعب العراقي يظلم نفسه ويظلم اهله وناسه. جميع الامتحانات الغير منتهيه، كم خبر قرأ المواطن العراقي بضرب معلم او انهد او حرق سيارته لان ابنه رسل؟ طيب بكالوريوس فيهم، شو ما عندهم هاي القوه بهكذا امر؟ شو ما دخلوا على وزاره التربيه وليش سقطت بابني لو حرقوا سياره الوزير؟ لا، لان قوته علي، شجاعته علي انا كمواطن عراقي. كم صاحب مولد قتل او انقتل؟ طيب منو اللي سبب هذا الموضوع؟ ما عين هذا. فلذلك احنا بدنا نتقاتل بيناتنا. عين بابا. بدنا نتقاتل بيناتنا. عين بابا. اي بدنا نتقاتل بيناتنا لأتفه الاسباب واللي احنا نقدر نغيرها، نقدر ان نعالجها.
شنو انا دا ادفع بالشهر 12,000 للانبير، وبالمولد دا يشيل الحمل الاكثر؟ ليش ما اني اوقف بالشارع واوقف الحياه ونعيش ونحيا كشعب عراقي؟ لان هذه من واجبات الحكومه، مو من واجبات ابو المولد. شنو اني لازم اروح ادفع 5000 دينار او 10,000 او 15 او 25 حتى اخذ حاجه الي؟ ليش؟ شنو دبة الغاز صارت ب5.5 بعد ما كانت ب2003؟ ليش سألت الحياة؟ وليش رخص دمنا؟ ماكو معادلة، كل جدا ماكو معادلة. في جميع الحياة ارتفعت إلا دم العراقي أصبح رخيص. طيب مو بلدان أخرى دمهم غالي يعيشون على السنتات، لتر الوقود بسنتين 3، وهم دول منتجة للبنزين. احنا شعب، احنا بلد نفطي على حكايتهم. ده ندفع ما يعادل تقريبا ما اعرف دولار ب 1300 او 300 ما اعرف، 50 سنت 60 سنت 40 سنت ما اعرف طبعا الحساب. ليش المزارع العراقي دا يقسم او دا يرمي بضاعته بالشارع؟ ما حد يشتري من عنده. لان دا ننفع دول وضرينا. احنا وين شعبنا؟ ليش من الناس نفسنا؟ ها عين بابا، ها قلبي، يلا اعطينا النوم. احنا دا نضل نفسنا بنفسنا، احنا دا ندمر نفسنا بنفسنا. ليش؟ لان شعب ما صار. يعني لذلك حتى ما اطول عليكم، الفكره انا ماشي بيها مع او بدون الشعب العراقي الميت. انا راح اقيم صلاه الميت على الشعب العراقي، وراح اطلع اتحدث بنفس ما تحدثت به. متى ما تغير لهجة الحديث من الطوائف والقوميات إلى الشعب العراقي، أنهى فكرتي. بابا، أي صحيح، أي صحيح. متى ما اكتفت الوكالات المحلية بتسمية المواجع أو الفواجع بالمكونات، سألغي الفكرة. متى ما وقفنا كشعب عراقي أمام الأفران والأسواق والمخازن والهايبردات و لخفض أسعار المواد الغذائية حال سعر الدولار، سألغي الفكرة. متى ما وقف الشعب العراقي وطفى سياراتهم في محطات الوقود احتجاجا على رفع الأسعار التي جاءت بعد إقرار الموازنة أو في الموازنة، سألغي فكرتي. متى ما زرت أو أخذت وثيقة أو راجعت بدون فلوس، راح ألغي. شوف كلها ضرائب قاعد تنضاف إلنا، بدنا ندفع. احنا علينا هسه حاليا بس ارجع للبيت واخذ علاقتي هي هذا الشعب العراقي. واي حوار بين اثنين ينتهي بالشتم والسب. انت دافعت، انا دافعت، طعنك عرضك شرفك. طيب احنا ليش ما نتحدث بين عراقي دافع عن العراق؟ ليش نتحدث بهذا النفس؟ ليش الى الان هذا النفس اللي دا يتداول دا يكثر بين هذا المكون دافع عن هذا المكون؟ وهذا هم له اسباب. انا قلت لكم ما ادخل بالحكومه، بس اريد احكي حكايه هذا المكون اللي دافع عن هذا المكون. لان هذا المكون كان عنده سلاح، كان يجي له سلاح من دول. هذا المكون كان ما عنده سلاح، ومن اجى احد حكم هذا الشعب وحكمه من هذا المكون، عزز وضخم هذا المكون على حساب هذا المكون. لذلك هذا المكون من محتاج العونه واحتل، ما لقى مصلحه، لقى بس اطفال يحضنهم حتى يدافع عنهم. حتى بهذا الشيء بدينا واحد يعير الثاني، نسينا احنا عراق دافع عن العراق. ذكروني هسه بثوره ال20، جيبوا لي كتب بأن ثورة ال20 قامت بعشائر شيعية دافعت عن العشائر السلمية. ما راح تلقي ثورة 20 العراقية الذين دافعوا العشائر العراقية
العشائر العراقية يرجع للكتب، ماكو العشائر الشيعية. بس عندنا هسه حاليا بدنا نتحدث بالعشائر الشيعية والعشائر السنية. طيب إلى متى؟ لذلك أنا ما نطول عليكم. ها بابا، أنا حاليا هذه فكرتي. الشعب مات، الشعب العراقي مات، تسمية العراقي ماتت، وحيت مقابلها كثير من التسميات من المكونات. نعم بابا، نعم حبيبي، كثير من التسميات والمكونات، واختفت كثير. ما أقول أطالب، لكن خلينا ناخذ راية العراق، راية الحزن والفرح، حتى لا تحرجني أقدر أرفعها في مناسبتك الحزينة أو المفرحة على سطحي، حتى تشوفني أنا مشاركك. بس أنت إذا رفعت رايتك أنت تنتمي لهذا المذهب، يعني شرف لي، أنا ما دا أنتقص، لكن يعني إحنا أصبحنا في هذا الحال. راح يكثر، نعم بابا، راح يكثر الحديث عن هذا الموضوع، بأن هذا رفع هذا الموضوع وصار كذا وكذا. طيب ليش ما نتفق على راية العراق، راية الوطن، راية الشعب، بأن نقوم برفع هذا الشيء على أسطحنا؟ ليش ما أنا وياك بدون موعد نقف وقفة معارضين غاضبين على ما يحدث في الأسواق المركزية؟ زين، ليش إلى الآن أنا باقي دا أدفع هذا المبلغ ومجبور أدفع هذا المبلغ؟ يعني ماكو حد يوقف وياي. حتى هاي الفكرة أتحدى العراق نفسه حيتفق وياي ونصلي صلاة الميت على العراق. قلت لكم راح أمشي بيها وراح أبدي أشتغل عليها، راح أبدي عسى أنا ألقي الشعب العراقي ينهض من ثباته، من انقاذه، ويجي يوقف وياي. فهو الموضوع فلسفي، مو موضوع والله أنا جتني فكرة ورد أخذ ترند وخلي الناس تعرفني. لا، ما محتاج. أنا أرجع وأقول لكم وأحكي دائما، أنا رجال يتابعوني اثنين يؤمنون بكتاباتي يكفيني، لا أريد طشرها. أنا اشتغلت بالإعلام من 96 وأخذت الحمد لله والشكر، وجاني شغل، يعني السي في مالتي بشرف بناتي، بشرف بناتي. شاركت بأعظم الأشياء، مسرحيات، شاركت بالخارج العراق، أخذت المركز الثاني. ما محتاج دعاية، ما محتاج إعلام. إذا أحتاج إعلام صدقوني باليوم دولار، 30 دولار أروج بيه قنواتي على الفيس وعلى التليجرام وأجيب ناس تتابعني أو أشتري. ما محتاج، والله ما محتاج. لكن أحتاج الشعب العراقي أن ينهض، الشعب العراقي أن ينهض، أن يقوم مرة ثانية من هذا الثبات اللي بيه. هاي الفكرة وهذا الموضوع، وعليه اللي يحب يسأل. معرفي موجود وأنا موجود، وما عندي أي مانع أرجع أكرر الفكرة مرة مرتين ثلاثة حتى الناس تفهم. لكن علينا أن نحيي الشعب العراقي من جديد، علينا أن نحيي اسم العراقي من جديد، علينا أن نخفف حدة المصطلحات المذهبية أو القومية في العراق. علينا أن نقف جميعنا أمام أي شخصية برلمانية سياسية ونقول له كفى هذا الحديث، تحدث بلسان الشعب العراقي، لا تذم مكون على حساب مكون. فجميعنا عراقيين، جميعنا أبناء هذا الوطن، جميعنا دفعنا ثمن لهذا الوطن، جميعنا دافعنا عن هذا الوطن، ليس مكون على حساب مكون. كفى هذا الحديث. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.